كان في دفعة قوية وعلى ذلك محاولة موجودة والفرصة العيناوية مرة أخرى داخل منطقة الجزاء. هذه المرة حكم المباراة يشير إلى وجوب ضربة جزاء لمحمد مال الله وسط تصفيق كبير من جماهير العين، وسط تصفيق من جماهير العين وارتقاب من الجماهير العيناوية. محمد مال الله شوف تقدم وحاول، لكن هنا في تدافع يعني من جانب المدافع، جو دفع وعطل لاعب العين محمد مال الله. وهذه المرة ضربة جزاء، ياسر القحطاني سيكون في الطريق لتنفيذ ضربة الجزاء. ياسر القحطاني هو اللاعب الذي سيكون الآن في الطريق لتنفيذ ضربة الجزاء وبطاقة صفراء لمدافع الفريق البحريني ياسر. هذا هو القحطاني في الظهور الأول له مع فريق العين الإماراتي، يحاول أن تكون البصمة الأولى له مع فريق نادي العين. ضربة جزاء وهو اختصاصي في تنفيذ ضربات الجزاء، وياما سجل مع منتخب بلاد السعودية ومع فريق الهلال السعودي. الآن بالقمصان العيناوية حارس المرمى مالك أحمد في المرمى، وياسر القحطاني يتقدم. هذا هو ياسر القناص العيناوي الجديد، يرسل كرة في الشباك والهدف العيناوي الأول، وهو هدف التعادل الآن عن طريق ياسر القحطاني. آسر قلوب الهلاليين وفي الطريق أن يكون آسر قلوب العيناويين، هو من يضع البصمة الأولى للفريق العيناوي عن طريق ضربة جزاء ترجمها صح ووضعها في شباك حارس المرمى مالك أحمد، وأعلن عن تعادل الفريق العيناوي. هذا هو الهدف الأول، بحثا عن استعادة ذكريات زمان أول يا العيناوي، هم يبحثون عن ذلك. وياسر القحطاني وضع الحارس في مكان ووضع الكرة في مكان آخر، واهتزت شباك الرفاع البحريني، اهتزت شباك الرفاع البحريني. هو القناص العيناوي.